السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده طبعا الأكسس اللي هو بيصمم البرامج. أهم حاجة في الموضوع كله لازم نفرق ما بين الجدول والتصفية والنموذج والروبوت. الجدول اللي هو بيدخل فيها الداتا. أي برنامج ما فيهوش جدول يبقى ده مش برنامج. ده مش برنامج. لازم البرنامج يتكون من داتا، هي الأساس. الداتا هي الأساس. احنا هنا لما نيجي ننشئ جدول، قبل ما ننشئ جدول لازم نعرف هدف تصميمنا. بنيجي هنا نعمل أول حاجة، أنا عايز شاشة رئيسية تفتح معايا. شاشة رئيسية تفتح. بنعمل شاشة رئيسية هنا، فبنعمل إدراك نموذج. ديزاين فورم أو ديزاين. بننشئ النموذج ده هو عبارة عن حيطة بتحميك من أي تلاعب المستخدم أو أي خطأ من المستخدم. أي خطأ من المستخدم عشان ما يحطش معاه في خطأ في إدخال، خطأ في جداول، أو إيده تيجي في الريبورت أو تيجي في الاستعلام يبوظ الأكواد. هنا مسمى مؤقت لحين ما أنت تسميه. ده كده الفورم واحد. لو عايز تسمي هذا الفورم هنسميه اندكس. اندكس ديت كلمة معروفة في تصميم الوايب، فأنا حابب إن أنا نخليها اندكس ديت، يعني هو ده الأساس أو هو ده صفحة الأساس. يفضل إن احنا نكتب الكلام بالإنجليزي، حتى لو تكتبها كلام إنجليزي متعرب، علشان العربي لا يقبل أحيانا في بعض الأجهزة، علشان ما تضيعش مجهودك لو بعت برنامج لأي شخص لا ما عندوش أي حرف من حروف العربي. فإحنا هنا هنيجي عند الإندكس، تلاحظ إن وجود حاجات ليها علاقة بالداتا. وده الفورم ده مش هيبقى فيه داتا، هو بس عبارة عن واجهة دخول. فإحنا لا غنى عن هذا الجزئيتين دول. فحتة إلغائها بنيجي نخش على الديزاين نفسه، ونخش هنا نضغط لحد ما يظهر حاجة اسمها اللي هي بروبرتي شيت. وبنيجي هنا عند الفورمات وبنشيل اللي هما الاتنين المكتوب الريكورد اللي هو الخاص بالريكورد اللي تحت، وريكورد سيلكتور اللي هو موجود ناحية ايه الشمال. فبنشيلها بنخليها ده نو وده نو، اللي هو نيجاتيف وريكورد سيلكتور. فبنيجي هنا هتلاحظ ان هي الموضوع اتشال. كونك ان في جداول ظاهره هنا على المصمم لازم تكون ظاهره، على العميل لا يمكن تكون ظاهره، ما ينفعش تكون ظاهره. فهي عمليه مؤقته لحين ان شاء الله لما نعمل تقفيل لبرنامج هيكون الحاجات دي كلها مش متشافه. هوريك دريل دلوقتي، دريل من برنامج تم تقفيله. زي ما انت شايف كده كل حاجة مقفولة. بتخش ويقدرش اللي هو يقدر ولا حتى في كليك يمين ولا كليك شمال ولا اي حاجة، كله عليك الدخول ويقدر يتعامل. ادي ادمن 1 2 3، فيقدر يخترق ويخش البرنامج. يعني لو مش عارف الباسورد عمره ما هيقدر يخش البرنامج. يبقى هنا حتة الجداول والحاجات اللي فوق ديت لا تقلق منها، كل ده مش هيظهر للعميل حتى لو عنده اوفيس، سواء مشغله او مش مشغله. هنيجي هنا اول حاجة لازم نعمل ازاي نضيف خلفية للبرنامج. خلفية
للبرنامج. انت ممكن تعمل خلفيه صناعيه، ممكن تصممها عن طريق الباوربوينت. هنعمل كنترول ايه ونشيل ونزيل. هنخش هنا، هنعمل هنا خلفيه صناعيه، وليكن مثلا دي، وبنعملها عريضة، وبناخد بندوس 2 على برنت لحد ما ندخلها على في البايند، وبندوس كنترول في، وبنقدر ان احنا نحدد الخلفية. ونحطها طبعا على البيكتشر، بنسميها اي اسم، اهم حاجة ميكونش اسم موجود هنا متواجد هنا، وبنسيف، وبنخرج. خلاص كده الدور انتهى الباوربوينت. وبنيجي هنا بقى على الاندكس، انا عايز الخلفية دي في الاندكس، بندوس على الديزاين فيو، وبنيجي هنا اهو، وبنيجي عند كلمة اول، وبنختار عند البيكتشر، ونقول له هنا احنا عايزين الخلفية اللي احنا حددناها. طبعا هي تنزل تحت خالص تلاقيها. دلوقتي الخلفية زي ما انت شايف ظاهرة بحجمها الطبيعي، انا عايز بتبقى ممطوطة على قد الفورم كله. فبنخش هنا على الديزاين فيو، وبنيجي هنا اهو بنضغط تاني كليك وبنخش هنا عند البيكتشر، عند الاول، وبنيجي هنا الحته دي كلها من اول البيكتشر اللي فوق دي لحد البيكتشر الاخير دي ليه علاقه بالصوره دي، يعني كل ده ليه علاقه بالصوره دي. فاحنا بيقول لك سنتر ومش سنتر، وهنا بيقول لك كليب مش كليب، احنا مالناش دعوه خالص. احنا كلنا هنخش عند الكليب دي ونختار اللي هي الاسترتش كده. مطلي حتى مهما كان يمطها لي، حتى لو هي ايه صغيره زي ما انت شايف كده، فورم صغير فورم كبير هيمطها لي على قد الفورم. يبقى كده عمل لي خلفيه البرنامج المؤقت. تاني حاجه ونقطه مهمه جدا، ازاي انا لما اجي افتح البرنامج هنا ما فتحليش النموذج تلقائي، يبقى بنخش هنا على الفايل، فايل بقى المره دي يعني حته بعيد عن المكان اللي احنا بنشتغل فيه في الديزاينات، وبنخش يعني الكلام ده في الاعدادات يعني. بنخش هنا على الاوبشن، وبنختار الاختيار التاني، وبنحدد اللي هو الكلمه اللي هي ديسبلاي فورم دي، اللي هو بنختار الاندكس. هو كمان عشان مفيش الا فورم واحد بس، فهو ظهر لك فورم واحد. طبعا لو في كذا فورم بيظهر لك جميع الفورم. خد بالك لازم فورم، ما ينفعش اللي احنا نعمل اول حاجه تفتح ولا جدول ولا ريبورت ولا استعلام، هي فورم نموذج. هو قال لك بالرساله دي كده بيقول لك لابد ان انت تقفل عشان تشوف النتيجه يعني. فبتخش تقفل تفتح، فبيظهر معاك هي اللي هي الجزئيه دي. في نوعين، النوع الاول هو بيقول لك زرار هنا يقول لك التالي، يديك شعار البرنامج المصمم مش عارف ايه، ومرحبا بك ومش مرحبا بك وايه، وبندوس هنا التالي يفتح لك اليوزر نيم وباسورد الكلام ده. في النظام التاني اللي هو مش عايز زي يعني مش عايز اي حاجه اضافيه، احنا عايزين نخش على اليوزر والباسورد على طول، مش عايزين خلفيه للبرنامج، مش عايزين حاجه عن المصمم و نخش على اليوزر والباسورد. احنا هنمسك العصايه من النص، احنا ممكن نكتب كوماند. كوماند ده يعني زرار، خد بالك قلت زرار. ادي الزرار اهو، هنكتب هنا التالي. لما يفتح معاك هيديك زرار واحد فقط، التالي او اغلاق. يبقى هنا الزرار الاول، الزرار التاني، الزرار الاول
الزرار الأول التالي، والزرار التاني إلغاء. هذا الزرار يقدر اللي هو يحول لك من نموذج إلى نموذج آخر، أو يشيلك من هذا النموذج، أو يغلق البرنامج، أو يعمل لك كل حاجة مجرد النقر على هذا الزرار، أو حتى الوقوف عليه، حسب الكود محطوط في أنهي تنسيق عند الوقوف عليه، أو عند ملامسته، أو عند تحرك الماوس، أو عند الضغط عليه ضغطة واحدة، أو دبل كليك ضغطتين ورا بعض. كل حاجة موجودة زي اللي بتشوف على المواقع الوايب، بتشوفها هنا على المايكروسوفت. هنا الكوماند دولت بنقدر نتلاعب فيها برضو من حيث الشكل والفونت والحجم والكلام ده، وبرضك نقدر نحط عليها خلفيات، بس هي الموضوع مش مستاهل ان احنا نعمل له ايقونتين يعني، لكن احنا هنستفاد منها ايقونات تانية في اماكن تانية. هنا اهم حاجة في هذا الكوماند علشان يديك شكل ارتياحية شوية، لازم تحدد الاتنين وتعمل لهم هنا. للأسف الشديد هي المفروض تنزل تلقائي، بس هي بتعمل لها انت بتخش هنا عند الأول، وبتخش هنا عند الهوفر، وبتخليها الهاند يظهر. هي المفروض دايما كده بهذا المنظر، بس للأسف الشديد الأكسس مش عاملها أساسي، يعني لازم تظهر علامة اليد. علامة اليد هو المفروض الأكسس كان يعملها تلقائي، بس هو للأسف ما عملهاش تلقائي، لازم انت تعملها بنفسك. هو الأكسس حابب ان انت كل كبيرة وصغيرة تصممها بنفسك. هنا التالي وهنا الغاء. أحيانا بنحتاج تكبير للفونتين، يعني أحيانا بنشوف الفونت صغير فمحتاج التكبير، بنحدد عليه، وبنيجي هنا عند عند الهوم، وبنختار بقى ايه تكبير الفونت. عندك من 8 لحد 72، وممكن تعمل رقم انشائي، ممكن تلاقي رقم مش موجود في القائمه دي، ممكن تنشئها انت بنفسك، تكتب الرقم اللي انت عايزه. ممكن نعملها على 22 كده اهو، او ممكن نخليها 18 وهكذا. دي نقطه. النقطه الثانيه لون الازرار. انت ممكن تخلي لون الازرار زي ما انت شايف كده اهو اخضر، والكتابه لونها ابيض، يا اما لون اصفر والكتابه لونها اسود. اهم حاجه دايما يا خلفيه غامقه يبقى الكتابه فاتحه، يا خلفيه فاتحه يبقى الكتابه غامقه. وفي ناس بتعملها بطريقه يعني اوريجينال شويه، اللي هي بيخليها شفافه خالص والكتابه فاتحه، وبيخلي نظام يعني بص بتخش بتلاقيها كده بهذا النظام التالي والغاء. بس انا شايف اللي هي مش واقعيه قوي، علشان برضك بتبقى ايه مع العين المجرده مش ظاهرين قوي، فاحنا بنخليها لون الخلفيه بتاعها لون قريب من لون لون الخلفيه اللي احنا عدلناه. فاحنا ممكن نخليها اللون اللي هو السماوي، وخلي كتابه. الاكسس في عندك خاصيتين، كذا خاصيه بتعمل شكل للأزرار. عندك هنا أول خاصية اللي هي بتخليها دائرية، أو بتخليها متاكلة من ناحية اليمين، ما أنت شايف اهي متاكلة من ناحية اليمين، يا إما مربعة، وهكذا وهكذا. أحيانا في بعض الناس بيبقى عايزينها شكل معين، والشكل المعين ده يعني مثلا مش موجود في هذا التنسيقات. يعني هو هنا لازم تحدد الأول عشان نشوفها. يعني مثلا عايز شكل معين، الشكل مثلا الشكل ده، يبقى زرار كده
ادي الزرار الاول، وادي الزرار التاني اللي هو التالي. يبقى الزرار اللي هو ناحيه اليمين بالشكل ده وناحيه الشمال بالشكل ده، نوع من انواع الايه يعني يعني ايه، موديل بقى واشكال وقوالب جديده يعني. فده مش متوافر في الاكسس، بس هل احنا ما نقدرش نعمله؟ لا، نقدر نعمله. مفيش حاجه في الاكسس ما نقدرش نعملها. بس خلينا نقول اللي احنا نقلين في الحاجات المهمه. الحاجات ديت هنحطها في دماغنا ازاي احنا نتلاعب بالازرار واشكالها والكلام ده. هي ابسط ما فيها اللي انا كنت عايز اقول، اللي احنا بنخش على الباوربوينت برضو وبنعمل الشكلين اللي احنا عملناها، بس عشان ايه؟ اطمنك ان مفيش حاجه اسمها مستحيل في الاكسس. بنختار الشكلين اللي احنا قلنا عليهم اهي. ادي الشكل الاول وادي الشكل الثاني، بتختار بتوديها الناحيه الثانيه بهذا الشكل، وبناخد وبنعمل لازم نحدد اللون، نحدد اللون ماشي، ونكتب هنا التالي، وهنا الغاء. انا بس عايز اطمن ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. بناخد هنا نسخه بنسيفها، بنسيف هذه الصوره. ادي ب6 والتاني تسييف، بس احنا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل. وبنيجي هنا هنضطر نطلع الصورتين من خلال رسمة الإيميج مع سطح مكتب، ونحدد ونطلع الصورتين اللي احنا حذفناهم بأسفل البيكتشر اهو. ادي التاني والتاني. والغي. تمام كده، بحيث لما تيجي تفتح كده بتلاقيه من التاني. انا يعني دلوقتي ده قابل اللي احنا نضغط عليه. هنعمل دريل برضو، هنخش على فورم مؤقت اللي هو الفورم رقم 2، فورم اندكس 2، اندكس 2. بنعمل هنا فورم جديد. احنا علشان ما نقعدش نعمل بقى اللي هو زي اليمين والشمال والكلام ده، احنا ممكن ناخد نسخه من الاندكس دي، كنترول سي وكنترول في، هناخد كوبي وبيس، هتبقى هنا اندكس 2. ونيجي هنا على اندكس 2 هنشيل الكلام دوت، وهنكتب هنا اسم المستخدم وكلمة السر. هنا اسم المستخدم وكلمة السر. كده هيوصلني إلى الفورم التاني. يعني مثلا لما اخش هنا عند التالي اقف عليه واخش على الديزاين، واخش على الديزاين عند اون كليك، اون كليك يعني عند الضغط، ونيجي هنستخدم الماكرو. هيقول لي هنا، نقول هنا اوبن فورم، هنفتح فورم اللي هو اندكس 2، اندكس 2. هنفتح اهو، دخلني على اندكس 2. طب هل الزرار اللي احنا عملناها قابل اللي هو يحولني على اندكس 2؟ طبعا.
هنا بنقف عليها برضو، وبنيجي هنا عند اون كليك، وبنقول هنا وديني عند فورم 2، اندكس 2، اسف، اندكس 2. هنا هيوديني خلاص، بس هنا في مشكله يعني وتم حلها، اللي هو هنا علامه اليد ظاهره وهنا علامه اليد مش ظاهره. ما هو الحل؟ بنعمل هنا ديزاين، وبنعمل ماكرو عليه. هننشئ هنا ماكرو، ننشئ ماكرو، وهنقول له هنا open form index 2، وبنسيف الماكرو بقى اصبح معاه ماكرو واحد. وهنقول له هنا، هنقف عليه ونختار ديزاين، ونختار بروت شيت، ونختار اول، وهنقول له هنا افتح لي ادريس اللي هو الرابط. انهي رابط؟ اللي هو الماكرو، ماكرو 1. كده علامة اليد هتظهر اهي، وفي نفس الوقت هيدخلني على اسم المستخدم وكلمة سر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان مفيش مستحيل، احنا عملنا الشكل اللي احنا عايزينه اللي مش موجود في الاعدادات. وتقدر تعمل، ممكن تعملها على على رسمة راجل ماشي، تقدر تخش عليه على رسمة سحابة، على رسمة شمس. مش بالضرورة اللي هو مربع ودارية زي ما هو حدد الاكسس فقط، لكن كل حاجة متاحة، كل حاجة متاحة. هنقدر نحذف الجزئية اللي فوق دي، خلاص احنا عرفنا، او عرفناها خلاص، نشيلها، او خليها دلوقتي مؤقتا لحين تشوفها في المثال، بعد كده ابقى احذفها. نقدر نعمل ال ال الدخول. احنا خلاص احنا عملنا هنا الدخول. بالنسبة بقى الالغاء، هنا في نوعين من الالغاء. الالغاء الاول، يخرجني من هذا الفورم، وبما ان ده الفورم الاول فهو هيخرجني من الفورم ويوديني على حاجة فاضية، ولا تعرف تكنسلها ولا تعرف تخش تاني. فما هو الحل؟ طالما إغلاق أول فورم، فإحنا كده لازم عند الإلغاء يعمل لنا خروج للأكسس خالص. فهو كودها سهل، بنخش هنا على الديزاين، بنقف عليها كده أهو، وبنخش على الديزاين بروبرتي شيت، وبنخش على عند الضغط على الزرار، ونستخدمها مايكرو بيلدر. وهنا اوت اكسس، اوت اكسس. يبقى احنا مجرد ما نضغط اكسس يطلعنا بره خالص زي ما انت شايف كده. ايه الفائده اللي هو يقول لك تالي والغاء، ولا يقول لك الاسم والباسورد ولا الرقم؟ الفائده من كل القصه ديت، طبعا احنا هننزل القصتين دولت عشان ايه في الحلقه الجايه هيتمسحوا، بس عشان ايه المثال تشوفها بنفسك. اللي انت بتعمل شعار لبرنامج بتقول لك هو ده البرنامج اللي انت عايزه ولا لا، عشان ممكن تلخبط بينها وبين البرامج الاخرى، بينها وبين البرامج الاخرى. فهنا الشعار البرنامج اللي هو العلامه التجاريه بتاعتك بتبقى عباره عن صوره. من الصوره بنقدر ناخدها مثلا، بنخش هنا على علامه الميج، وبنحدد شعار الصوره. شعار الصوره طبعا اكسس قابل اللي هو يستقبل الايقونات، تمام، مفيش اي مشكله. فاحنا هنختار اي شعار، وليكن الشعار ده مثلا، بس طبعا ده مش متفرغ فهنمسحه. هنعمل شعار متفرغ، يعني الرسمة فقط هي الايه الزهرة، ملوش خلفية، رسمة ملهاش خلفية. هبنيها لك دلوقتي مثلا، ممكن نختار دي زي ما انت شايف كده اهو. يبقى هنا كوفي
كافيه كذا يعني. بهذا الشكل شعار البرنامج بيبقى ليه هنا كلمة بيتحط كده. احنا مش هنعمل برنامج للكاشير او كافيتيريا، احنا بنعمل حاجة فيها مخازن وفيها مبيعات وفيها صلاحيات وهنعمل برضه جزء كاشير، جزء كاشير. بنخش هنا عند التالي. انصح ان كل حاجة تفنشها علشان تدي ارتياحية ان انت تقدر تشتغل او تقدر تكمل، مبقاش كل حاجة زي ما انت شايف عفشة. يعني ده الكلمة لما تيجي تكتب هتبقى ضربة ناحية اليمين زي ما انت شايف، ده غلط. اسم المستخدم مش ظاهر، كلمة سر مش ظاهرة. هنا مثلا الباسورد بيبقى الكلام ظاهر، المفروض يبقى رموز زي كده زي كده. انصح ان انت الحاجات دي، في ناس بتخلي الحاجات دي التنسيقات وضبط التنسيق في الاخر خالص لما يفنش البرنامج. لا، انا عايز كل حاجه اول باول. ليه؟ بتديك ارتاحيه، بتحس ان انت بتعمل حاجه حلوه، حاجه كويسه. فانصح الحاجات دي اول باول تتعمل، ما انصحكش ان انت تاجلها لحين تقفيل البرنامج. فبنعمل هنا اسم المستخدم، بنخلي طبعا التنسيق منتصف، وانت شايف الخلفيه لبني يبقى الكتابه يا ابيض يا اسود، يا ابيض كده يا اسود، ملهاش حل تاني غير كده. فبتقدر تعمل لها. وهنا بتخش هنا على الديزاين وبتختار اختيار شكل من الاشكال هنا ديت، يديك شكل كده مناسب. طيب هنا زي ما انت شايف كده الكلمه محذوفه ناحيه اليمين، انا عايز انزلها شويه، بس احنا الكلام ده هنعملها لما نعمل العلامات الشبكيه. الشبكيه دي فائدتها اللي هي بتخلي كل حاجه متماسك، اللي هي دي. اصبح ان احنا ممكن طالما في علامه الزائد كده تعرف ان ايه الشبكيه اتعملت. بتختار وبتضم لحد ما يظهر العمود اللي هو شايفه ده، واللي تحت ضمه لحد ما تشوف المسطره الملونه دي، وبتختار الجزء ده. فاصبح كده العمليه الشبكيه ده بدينا نسيطر على الاربع مربعات دول. هنا للاسف الشديد الاكسس بيديك الصلاحيه اللي انت تعمل في منتصف، لكن مش ما عندهاش زي الوورد او الاكسل تقريبا، اللي هو بيبقى محاذاه من فوق لتحت. هو بيديك محاذاه يمين شمال، بيخلي لك في المنتصف يمين شمال زي ما انت شايف. هو يعني كده ممكن يخلي لك يمين شمال في المنتصف. احنا للاسف شديد مش موجوده في الاكسس دي اللي هي يتعمل في المنتصف على طول، لكن في حلول. الحلول هي عباره عن اول، بتخش على اول، بتضطر تنزل بقى لحد، ولازم تكون متعلم عليها لحد ما تبقى توب مارجن دي. هتحط هنا بوينت علامة 2 تقريبا، لحد يعني ممكن نقلل شوية من التسعات دي، خليها مثلا 70 لحد ما تبقى محززة زي ما انت شايف كده. أنا طبعا عاوز أوفر وقت وجهد، اللي أنا عملته هنا يتعمل هنا في ثانية. بقف عليها وبنختار عند الهوم لحد ما يظهر علامة الإيه؟ علامة المقشة أو علامة الكشاف، هي مش باينة الصراحة علامة إيه. بتخش عليها كده أهو، إيه، بتنزلها لحد ما يظهر كده، وبعد كده إيه تضغط عليها تاني.